خلي بالك، انت ممكن تكون مريض نفسي وانت مش واخد بالك. لو انت طول الوقت خايف ان شريك حياتك يسيبك، او صاحبك يبعد عنك، او اهلك يبطلوا يحبوك، او مش عارف تنسى علاقة مؤذية خدت من روحك، اسفني ان اقول لك انت بتعاني من التعلق المرضي. ولو ما ساعدتش نفسك بنفسك ممكن الموضوع يوسع منك. في الحالة دي تحتاج لدكتور نفسي. التعلق نوعين، صحي ومرضي. الصحي ده المطلوب في العلاقات، والعطاء فيه بيكون متبادل بين الطرفين، على عكس التعلق المرضي اللي بتصاحبه مشاعر سلبيه، ودايما في طرف اكتر حماسه من الطرف الثاني. ومن هنا هقول لك كم علامه منهم تقدر تعرف اذا كنت بتعاني من التعلق المرضي ولا لا. لو عندك اعتماديه مشاعر على الطرف الثاني، يعني لا بتعرف تتبسط ولا تستمتع ولا تحس بالامان غير في وجوده، ولو بتحس بالذنب وبتحمل نفسك اخطاء العلاقه كانك انت المسؤول الوحيد فيها، ده غير اعراض القلق والاكتئاب اللي ممكن تحصل لك في حاله البعد. وعشان تعالج نفسك من النوع ده لازم في الاول تعرف اسبابه. هل هي مشاكل من الطفوله عشان ما لقيتش الحب ولا الرعايه من عيلتك، ولا عدم ثقه في نفسك انك مش قد المسؤوليه، ولا بسبب الخوف من الوحده والعزله، ولا نتيجه ضغوط نفسيه وتجارب سابقه؟ وبعد ما تعرف السبب لازم تبدا في خطوه العلاج على طول، واللي اولها انك تعترف ان فعلا عندك مشكله وتتصالح مع اخطائك، وتبطل تجلد في ذاتك وتقدرها صح، وكمان توسع دايره معارفك وتكون صداقات جديده. بس خلي بالك، لو ما قدرتش تعمل كل ده لوحدك فانت محتاج لدكتور نفساني يساعدك على ده.